السلام عليكم. تعالى اقولك ازاي تعملي احلى زيتون مخلل في البيت وطعمه خطير. النهارده ان شاء الله هنعمل الزيتون التفاحي. يلا بقى علشان احنا مستعجلين. معايا هنا 2 كيلو من الزيتون التفاحي، يعني كان 2 كيلو ونص كده. اخدت منهم الشويه اللي حضراتكم شايفينهم دول، لان اللي بيبقى الملون ده بيبقى السوا بتاعه بياخد فتره اقل من سوا الزيتون العادي، فانا قلت كده اعمله في برطمان صغير على جنب. غسلته كويس جدا وشقيته شقه كده على هيئه علامه زائد، او ممكن شقتين كده من النص. غسلته حلو قوي ونقعته ساعه، يعني انا عامه ما بنقعش الزيتون التفاحي، ما بيحتاجش النقع. غسلته ساعة كده، نقعته ساعة. ونبتدي بقى نحط عليه شوية حاجات كده وحبشتكنات هتخلي الزيتون هتنقله في حتة تانية خالص. ايه هي يا رودي؟ معانا لكل كيلو زيتون ربع كيلو من الجزر المبشور، وزيهم ربع كيلو من الفلفل الحراق احمر على الاخضر ده، يعني الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. وكمان هنضرب كده فلفل حراق مع بارد اللي هو الفلفل الحلو الاحمر في الكبه، ونبتدي كده نضيف معلقتين لكل كيلو. هنضيف معلقتين، يعني 4 معالق من الهريسه بتاعه الفلفل. وكمان حزمه من الكرفس هنغسلها كويس جدا ونقطعها، وما انصحكيش تستغني عن الكرفس، مش عايزه اقولك بيفرق جدا في طعم الزيتون. ورشه بسيطه هنا من حبه البركه، احنا ما بنكترش حبه البركه علشان بتغمق الزيتون معانا. عند حضرتك عصفر ضيفي، ما عندكيش، انا ما كانش عندي فما فرقش معايا. هنقلبهم كويس جدا، نقلب الخلطه دي كويس جدا. وهنبتدي بقى كده نجيب برطماناتنا ونبتدي بقى نمليها. اول سر في الزيتون ان حضرتك لازم تكبسي الزيتون كويس جدا. يعني ايه تكبسي؟ يعني مش عايزين اي هوا يدخل جوه البرطمان. حضرتك كده ابتدي بقى ضيفي كده زيتون على الفلفل على الخلطه دي، وابتدي بقى كده بايدك اكبسيه لحد البرطمان ما يتملي معانا، ونكون ضغطنا عليه وخرجنا اي هوا. هنبتدي بقى نملى كل البرطمانات. خلاص مليناها كلها، هنبتدي بقى نكون محضرين كيلو من الليمون المعصور. لكل كيلو زيتون بياخد نص كيلو من الليمون المعصور يدوي. فاهمين يا بنات؟ يعني هنغسل الليمون كويس جدا، ونبتدي كده بايدينا او بالعصاره اليدوي نعصر الليمون. هنبتدي بقى نوزع الليمون اللي احنا عصرناه على البرطمانات كده بالتساوي. خلاص كده انا هنا وزعت الليمون. هبتدي بقى الخطوة المهمة جدا، المحلول الملحي. اهم حاجة اللي بيظبط الزيتون وما بيخلوهوش يطرى مع حضرتك ويفضل طول السنة المحلول الملحي. هنا بقى غليت مية وبردتها، وابتديت لكل لتر مية بياخد 4 معالق كبار من الملح الخشن او الملح الصخري، ومعلقة من السكر. يبقى لكل لتر مية بنضيف 4 معالق هرمية، ممكن نوصل ل5 معالق كمان، ومعلقة من السكر. وهنقلبهم كويس جدا. طبعا انا هنا ضفت كذا لتر مية، وضفت لكل لتر 4 معالق هرمية كبيرة، ومعلقة من السكر لكل لتر. انا باكد تاني في المحلول ده اهم حاجة. طب انا مش عارفة اظبطه، مش عارفة يا رودي ان كان المحلول مظبوط ولا لا. هاتي بيضة. بيضة اغسليها كويس جدا وابتدي ضيفيها في المية. لو البيضة طلعت فوق الوش خلاص كده محلولك مظبوط. حلو كده. وابتدي كمان خلي دايما الحوض يعني احدق سنه من اي مخلل. وابتديت بقى اضيف كده المحلول. وطبعا قشر الليمون اوعي حضرتك ترميه. ابتدي بقى ضيفي شويه من زيت زيتون او زيت عادي بعد ما نضيف المحلول الملحي، وابتدي بقى قفلي كده بقشر الليمون اللي احنا عصرناه. قفلي كويس البرطمان بالزيت والقشر الليمون، وابتدي بقى هاتي كيس كده او استرتش راب، كيس تلاجة، وابتدي بقى حطيه وابتدي قفلي البرطمانات كويس جدا. شفت السهولة؟ واوعدك ان شاء الله هتاكلي احلى زيتون مخلل. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.